حضور، مع انه ما كانش مهاجم ولا كان هداف، لكن كان بيجيب جوان. كان له حضور على مستوى عالي جدا، وكان محبوب من كل الانديه او كل مشجعي الانديه، لان الخلق والاحترام يفرض على الجميع ان يحترمك. نعم. فدي شهاده انا على الهوا بشهادها يعني كده للكابتن ربيع ياسين، شهاده من الكابتن شوبير وشهاده من الدكتور جمال مراكبي انصار انا بعيد عن رئيس جمعيه الكره انصار ولعيبه السنه الكره بصفه شخصيه ولا بصفه رئيس جمعيه؟ لا، هي بالاثنين. بالاثنين يعني لان احنا عايزين النموذج ده في كل المجالات، نموذج المعتز بدينه، اللي حاسس ان انا مسلم، انا فخور. انا عندي واحد انت بتحبه قوي، ممكن نشوفه؟ ممكن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده مين ده؟ ده الاستاذ احمد جمال. استاذ احمد جمال، ازاي صح يا استاذ احمد جمال؟ اهلا ومرحبا بكم استاذ مظهر، واهلا ومرحبا بضيوفكم. ده والدك معانا طبعا، منورنا، وانا سعيد بالمداخله الجميله بتاعتك. اكرمكم الباري، انا اسعد صحة ربنا يسعدك. ما تيجي اسالك نفس السؤال، امتى الدكتور جمال بكى؟ والله يعني ابي من فضل الله علي ان وزقت مثله، وانا لن اكثر الثناء عليه او غيره كدأب سلفنا الصالح، ولكن يعني هو رابط الجأش، ما رأيته يبكي. لا أستذكر إلا مرة واحدة يوم أن مات فضيلة الشيخ محمد صفوة الدين، لأنه كان أبي وأبو أبي، ويعني شيخنا جميعا، يعني أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. آمين. ويعني هذا الموقف كان فيه هذه الأثر، لأنه كما قال أبي إنه ما رأى والده ولا رأى والدته، أو يعني هو رأى والدته لكن والده مات وهو صغير السن، فكان شيخنا فضيلة الشيخ محمد صفوة الدين الله يرحمه يعني هو أبوه بعد أبيه، يعني ربنا ييسر لكم الخير. أستاذ أحمد، طب إمتى أنت بكيت من والدك؟ يعني زي ما قلت أنا من المنن علي أن كان بينضرب، ولا أنت رابط الجأش برضه أنت كمان مش عاوز تفكه؟ قول لي آخر مرة ضربك إمتى؟ لا أنا يعني برضه من فضل الله، لما كبرت الآن يعني أبي أصبح يعاملني كشيخ، مع أني لا أساوي ذلك يعني. ربنا يكرمك يا احمد، انت شيخ وابن شيخ يعني. الله يكرمك، الله يحفظنا. انا سعيد بمداخلتك، بس برضه عاوز اعرف انت اخر مره ضربته كان امتى؟ يعني هذا من باب التأدب، وده امر ضروري وجيد، يعني ان اضرب ولكن بخير. ربنا يكرمك. على كل حال هو ضرب الاب لابنه مش عيب، ده بيكون تربيه، وبتكون هي مش القسوه، بيبقى هو الحنان. نعم هذا من فضل الله. نعم. انا ضربت مره احمد في رمضان. استنى احمد، ابوك هيقول، الولد هيقول. ضربت مره احمد في رمضان بعد العصر، وهو كان صايم وانا صايم، كنت براجع معاه القرآن، دماغه قفلت لدرجه ان انا جبت صورة الاعلى فمش عارف يقولها. قفل خالص يا ابو حميد. فانا ساعتها بقى انفعلت عليه وضربته، ومن ساعتها ما ضربتوش تاني. ولما تركته ما شاء الله انطلق. احمد دلوقتي داعيه يعني. فاكر ده يا ابو حميد ولا مش فاكرها؟ مش فاكر طبعا اذكر. ولا لسه قافل؟ لا ما قدرت اقفل ابدا. اظن فتحت من بعدها ما قفلتش تاني يعني. من فضل الله. نعم الحمد لله. على كل حال طبعا احنا بنشكر المداخله التليفونيه بتاعتك يا احمد، وصراحتك وصراحه الدكتور جمال كمان يعني. ربنا يبارك فيك. فيه سر سريعا عشان بس ما عادش غير 7 دقايق معايا. والله يعني مسألة الأسرار أو ذكرى ما تنساهاش. مسألة الأسرار أنا هتكلم على مسألة البكاء. أنا فعلا بتبقى قضية البكاء عندي بالذات في المواقف الصعبة بتبقى عزيزة جدا. وأنا مريت بموقفين. الموقف يوم ما توفت أمي. يوم ما توفت أمي كان كل الناس يبكون حولي إلا أنا. وكان كل هدفي يعني كيف تصل إلى أعلى الدرجات عند ربها.